يا أهلا وسهلا، حيا الله الجميع. اليوم إن شاء الله عندي شحمة سنام الحاشي. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا كانت كبيرة وقصصتها، إلى أجزاء. إن شاء الله اليوم حابين نسوي وصفة من الصفر بسنام الحاشي، الودك عموما سواء كان غنم أو حاشي. هنا عندنا سنام الحاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من وين تاخذينها؟ اكيد اروح الملحمه ووصي اقول اذا صار عندكم حاشي ابي السنام كذا توصون عليها، يعني انك تروحين الملحمه على طول تاخذين، لا مو موجود عندهم، لكن اذا وصيتي عليها اذا ذبحوا حاشي يجيبونها لك. كذلك الغنم، بس عاد اختاري شيء طيب. شوفوا ما شاء الله كأنها جبنه طيبة. نحاول انه ما نشيل اللي فيه دم ونكنسله، ناخذها صافية زي كذا نظيفة ونقصصها مربعات صغيرة بهذا الشكل عشان تذوب معنا بسرعة ما تطول. بهذا الشكل مكعبات صغيرة تذوب معنا بسريع. طبعا اذا بغيتوها للحلويات ما تملح، إذا بغيتوها للطبخ يضاف عليها شوي ملح، اختياري بس. يلا راح أقصصها كلها. ما شاء الله شوفوا بياضها وأرجع لكم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، أي جزء فيه بقع الدم شلته طبعا وصفيتها كذا كأنها جبنة. تبارك الرحمن جمالها. الآن راح نحطها على النار. طبعا الآن حطيتها على النار، نقصر عليها من تحت وأتركها كل ربع ساعة أباشر عليها وأحركها، بس سهلة. وهنا كل شوي خلاص نجي ونقلبها، كل شوي نجي ونقلبها لين تنصهر الدهون تماما، بس وهي مقصرة من تحت. وكل ربع ساعة أجي وأقلب فيه. شوفوا كل ما الزيت يطلع ما شاء الله. وبهنا وصلنا الأخطر مرحلة، ما يصح تطلعون من المطبخ. شفتوا هذا ممكن الطفاش هذا أو الرغوة هذا يطلع ولا سمح الله يسبب حريق، فكل شوي خلوكم حواليه حركوا. وخلاص وبكذا خلصنا من خلع ودك الجمل. شوفوا ما شاء الله نشف، هذا صار خفيف، جف من الدهون كلها انصهرت. هذه هي الدهون اللي راح نستخدمها بوصفتنا اليوم. الآن شوفوا راح اخذ كمية بس اللي راح استخدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصفيها بالصفاي. سخاف يعكسني. شوفوا الدهن ان شاء الله تبارك الرحمن. خلاص باقي نخليه يركد يبرد تماما ونرجع نصفيه. هذه الكمية اللي ان شاء الله راح استخدمها بوصفتي لليوم. ويا اهلا وسهلا، حيا الله الجميع. وصفتنا اليوم الكليجة القصيمية على اصولها. بدينا فيها من الصفر، من صهر سنام الإبل واستخراج دهونه إلى أن نسويها إن شاء الله معكم. المقادير راح أكتبها لكم بإذن الله. طبعا راح أستخدم العجان أسرع لي. هنا عندي طحين بر مطحون ومملوح، أخذه من الطاحون، كررت وأعيد وأزيد. هنا طحين أبيض أضفت له سنة ملون طعام اختياري. هنا عندنا الزنجبيل والهيل، حليب البودر، السكر، نخلطهم كلهم مع بعض. نضيف الودكة ونضيف الموية، ويلا سريع على العجان قبل ما تتكتل معنا الودك. طبعا موية دافية. بسم الله.
وبكذا عجينتنا صارت جاهزة. طبعا لازم ضروري تكون العجينة شوي قاسية. شفتوا كيف قاسية؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا نطول عجن، بس يدوب تلم المواد مع بعض كفاية. عجينتنا دافية، بما ان الزبدة عفوا الزيت دافي والماء دافي. ضروري لو اضفتوا موية باردة على الزيت اللي هو زيت الابل او الحاشي راح تكتل معكم الدهون، فاحرصوا تضيفون موية دافية. شوفوا كيف قوام العجينة مرة قاسي. اضافة اللون مثل ما قلت لكم اختياري. خلاص كده صارت معنا عجينة ما شاء الله تبارك الرحمن. ها مرة قاسية. الآن نبدأ نشكلها على طول. ما فيها خمائر، ما فيها بيكنج بودر، ما فيها خميرة نهائي، وما يحتاج العجينة ترتاح أبدا. طبعا راح أسويها الكليجة الأصلية أيام زمان الكبيرة اللي حبتها تجي كبر الوجه ما شاء الله تبارك الرحمن من كبرها، فلذلك راح أخليها زي المرقوق حبات كبيرة. أكورها وأرجع لكم. شوفوا كيف يلا تنقص. طيب الآن كورتها، بديت من الأولى نقبطها عشان نشتغل فيها. أول واحدة خلاص نغطيها شوي على بال ما نجهز الحشو عشان ما تنشف. ضروري تغطى شوي عشان ما تنشف، يعني ما ترتاح، يعني ثواني على ما نجهز الحشو. الحشو عبارة عن سكر، لومي أسود مكسر وتشيلون الحب من البذور عشان ما يعطي مرارة ويطحن وينخل، هيل، زنجبيل، قرفة. ايش قلنا؟ سكر، لومي أسود، هيل، زنجبيل، قرفة. نضيف عليهم ملعقتين طعام موية، أو إذا عندكم دبس التمر. طبعا أنا ما عندي دبس تمر، لو عندي دبس تمر أضفته، فبضيف موية. لازم يكون مثل الرمل. أفضل إني خلطتها قبل ما أضيف خلطتها مع بعض وبعدين أضيف الموية. خليني أحركها بصحن أكبر. شوفوا كيف لاحظتوا؟ مثل السكر البني أو الرمل. ما يكون موية كثيرة لأن الموية بتخرب علينا ويطلع مع العجين. كذا تمام التمام. نخلطه تماما. خلاص ونبدأ الآن يلا نسوي الحشو. أول حاجة بشغل الفرن على درجة حرارة 200. طيب نجي لأول واحدة قبطناها، شفتوها؟ أول واحدة قبطناها هي اللي نشتغل بها. بسم الله. نيجي كذا للأطراف نقعرها بهذا الشكل، بس نخلي هنا القاع سميك شوي. مثل ما قلت لكم أنا أبيها الكليجة القديمة الأصلية اللي حبتها كبر الوجه. طيب خلاص نجي بسم الله. تكثرين تقللين، ترى هذا السكر راجع حسب رغبتكم. في ناس يحبونه ما شاء الله يصير حالته حاله، في ناس ما يحبون الا شيء بسيط. يعني انا في بيتي ما يحبون الا شيء بسيط، دهنه خفيفه، ما يحبونه يتقاطر. لكن بحاول اني اخليه الان يتقاطر عشان تستمتعون بالشكل. خلاص حاولوا انكم تكبسون عليها عشان ما يصير فيه اي فتحات ويطلع معنا السكر مع الخبز. بعدين عاد راح اكبسها واوريكم، بس الان حطيت الحشو. نبدا نحط الحشو بعدين نكبسها ونوريكم بعدين الشكل ايش بيكون. نرجع بهذا الشكل بالابهام، اللي بالوسط يكون سميك عشان لا ضغطتيه بالمطبعة ما ينشق معك. ملعقة كبيرة من الليمون بما ان هذه كبيرة. يلا نزود بعد نص. نجيب الاطراف، حاول ما يجي السكر على الاطراف، ونقبط ونقبط بهذا الشكل. ندخل السكر ونقبط. خلاص زينا زي البقشة. شفتوا لاحظتوا؟ زي البقشة. ولو لاحظتوا العجين قاسي وما عجلنا العجين كثير، بس يا دوب يتماسك نوقف عشان ما يكون معنا يطلع الجلوتين ويصير معنا شوي لين. لا، نبيه يكون زي البسكويت. إذا ما انعجن العجين يصير زي البسكوت. إذا عجنتوه بزيادة يصير لين. ها احفظوا ذا المعلومة. اللي تجي تقول ريم صار معي لين، واللي تقول ريم صار معي قاسي، لا تكثري موية بعد يقسى معك، خليه هو قاسي أصلا. يلا إن شاء الله أنكم استفدتوا من المعلومات.
على بال ما ازينها وارجع لكم ان شاء الله. تدرون يا جيل الان ان هذا الكوكيز اول حقنا، هذا كوكيزنا احنا يا القصوان، كان ببيت جدتي من الجنة الباردة، وجدي جعلهم بالجنة، وبي وموتانا موت المسلمين جعلهم ياكلون من ثمار الجنة. كانوا يجيبونه، عرفتوا كرتون التمر؟ مو بالتمر، كرتون البيض هذاك المستطيل، كانوا يجيبون زيه، يجيبونه من الحريم اللي يزيننه اول، مو زي الان معامل وما معامل وخرابيط، لا لا لا، حريم يزيننه، فيجيبونه زي كرتون البيض هذاك المستطيل. والله اني اذكر يجيبونه توهم هم مزينينه، تجيبه جدتي ويجدعونه يا بالمستودع يا تحت الدرج، وحنا نتردد وناكل الكوكيز حقنا مره، نكسر وناكل رايحين جايين يجنن، واذا بغيناه يسيح حطيناه على الدفايه. يو خذ لك الطعام، النكهه الاصيله، النكهه الاصيله. طبعا فيه اللي يضيفون الدبس، فيه من يضيف التمر، يعجن تميره يحطها مع اللومي الاسود وزي كذا ويضيفها. النكهات هذه عاد كلنا الان بدا يتفنن فيها ويحوس فيها، واللي يحطون توفي واللي يحطون مدري وش وجوز هند خرابيط، لكن هذه النكهه الاصيله، هذه نكهتنا اللي اول يومنا صغارين. انا اعطيكم النكهه اللي كنا نذوقها ايام زمان، وان شاء الله اني اضبطها، والله اني ما انساها. بيت جدتي في بريده كذا، تردد ونفتح ذا الكرتون، ابد كرتون حاطين بكيس زي كيس اللحم كبير، وشيء منصبن الدبس عليه حايسنا، وشيء لا والله ما شاء الله عدله، ونحطها على ذا الدفايه بس هي تسيح ولا ما تسيح احنا نقرب. اخ اسق الله ايام زمان راح، جعلهم في الجنه. طبعا انا ما كنت اعرف هذه الكليجه نهائي، ترى ما عرفتها الا من 4-5 سنوات بعد ما دخلت مجال السوشيال ميديا للامانه، تعلمتها وطرحتها لمتابعيني. ولا اول تحسبوني انا اول يعني اسويها؟ لا لا، ولا كانت امي تسويها ولا جدتي، وهم يحزنون نشتريها شراء. بس حبيتها وحبيت الذكريات، حبيت النكهه الاصيله القديمه، فاجتهدت لين حصلت كذا طريقه سويتها لين وصلت للطريقه الأصلية القديمة. إن شاء الله أنكم تطبقونها وتعجبكم بإذن الله. شفتوا كيف؟ نرجع نكبس نتأكد عشان ما يطلع معنا مال الطرف. كل ما كبستي تأكدي. بعدين عاد بنضبطهم. هذه آخر حبة اللي تحبه، وضروري نغطي عشان ما ينشف، لأنه ينشف الوجه. شوفوا ها ينشف، شفتوا كيف يتكسر. طبعا بندهنه صفار البيض مع حليب او نسكافه فانيليا، عاد كيفكم، انا ماني بحاطه فانيليا، حليب بس وصفار البيض. طيب الان بسم الله نبدا بايش؟ اننا نضغطها، نمدها بهذا الشكل، نمدها عشان تصير كلها طبقه واحده رقيقه. خليها هنا، كيف نبيها تصير تعطينا سماكة واحدة، ما يكون اللي تحت سميك واللي فوق رقيق. خلاص كذا صارت الكليجة، كليجة ايام زمان، يا رب ما تفشلنا وتتكسر ما شاء الله. ونجيب المطبعة هذه زمان عندي ماخذتها من الجنادرية، طبعا ما راح تكفي الحجم، لذلك اطبعها بهذا الشكل. دار ما دار. وش رايكم؟ مبدئيا كليجة ايام زمان ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا نجي للثانية ونمد. شفتوا كيف قساوتها قاسية قاسية، عشان ايش؟ ما تتشقق معنا. اذا كانت لينة ترى بتتشقق معكم. والله كانت هالكبر اننا ناخذها كبار كبار. الكليجة القديمة كبيرة، بعدين صاروا يصغرونها الان ويحطونها هالتبين ميني، لكن بالاصل كليجتنا القديمة كانت كبيرة. نحاول نخليها فردة واحدة. وجعتني يدي مرة قاسية.
خلاص الآن نطبعها بالمطبعة. هذه هي المطبعة، أي مطبعة عندكم تحصلون محلات الكماليات. أنا ماخذتها دي زمان من الجنادرية، ركن القصيم. خلاص ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف ايش كبرها، غطت كفي ما شاء الله. يلا نكمل الكمية ونرجع لكم إن شاء الله. خلصنا من هذه الكمية. هنا عندي البيضة، نضيف عليها الحليب، أي حليب عندكم استخدم هذا الحليب، يخففها ويشيل شوي سخانة البيض. تضيفون نسكافة من باب الاحتياط، تضيفون الفانيليا، شيء راجح حسب رغبتكم، حليب مبخر كله يجي يعني مع البيضة، أو تضيفون الحليب مبخر لحاله بس ما يعطي اللمعة المطلوبة، ما يعطي اللمعة المطلوبة بالحليب الحالة. المعجنات اوكي، لكن الكليجة انا جربته افضل نضيف صفار بيضة مع الحليب. ندهنها بهذا الشكل، ندهنها تمام التمام، تأكد كلها غطيناها عشان يعطينا اللون الجميل. اهم شيء الاطراف لانها هي تنشف بسرعة. بعدين ندهن الوسط، ندخلها فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 وشغلته. قبل لا اشكلها شغلت الفرن طبعا، واشغله من فوق بنفس الوقت، شغل فوق وتحت. اللي يشتغل بس من تحت عادي شغلي تحت، بعد 10 دقايق او 5 دقايق شغلي من فوق، ما عندك مشكلة. اول ما تنفش شغلي من فوق. يلا الان راح ادخلها للفرن، خلصت دهنهن كلهن تماما. وهذه الصينية الثانية 3 حبات، ننتظر بس يخلصون بالفرن وندخلهم ان شاء الله. طيب هنا عندنا الدهن، تعالوا نصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما راح نحتاجه، راح نتخلص منه، نربطه بكيس ونطلعه. فكرة نعمة بالزبالة ما نحتاج. اللي في ناس يحبونه يحطونه مع الرز. حق الغنم انا احطه مع الدجن، مع المطازيز المرقوق، اي حق الغنم لان يكون في قطع لحم، لكن حق الحاشي لا انا ما احتاجه. هذا زيتنا صار صافي ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اذا برد بيصير ابيض نفس الطاولة. خلاص نحتفظ به بالثلاجة. شوفوا انا اصفي الزيت، طليت ما شاء الله تبارك الرحمن. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، لا قوة الا بالله. اذكروا والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحفة. يا ريم رجعت 30 سنة وراء. اللي ما يذكرها لا تجي تقول محروقة، خلاص. اللي ما تذكر نفس الطريقة هذه لا تقول محروقة، لأن أساسها هي كذا. هذا التقمير هذول يضيقن صدري. شوفوا ما تقمرن، احنا نبيها كذا على الطريقة الأصلية. تبارك الرحمن. شوفوا الاستواء ما شاء الله ما شاء الله. الله لا قوة إلا بالله. كليجة بدينا بها من الصفر. تسمعون؟ تشوفون الجمال، تشوفون الانتفاشة ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الآن تصير شوية طرية شوي بس وتنشف، احنا نبيها تنشف لذلك لا تغطونها ان شاء الله. تبون نكسر واحدة؟ والله متحسب تنبهر. شو وش كبرها، شفتوا؟ تشوفون؟ نسوي زوم. شوفوا قديش، قد الكف، لا اله الا الله، مغطيه كفي. حاره.
كلكم تبوني اكسرها. ريم اكسريها، ريم اكسريها، خلينا نشوف من الداخل. يلا ولا يهمكم. يا قلبي قلبه، يا قلبي قلبه. يلا ارتحتوا. شوف السمك واحد، ما تجون تقولون من هنا سميكة ومن هنا رقيقة، سمك واحد. تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. لسه ساخنة، يبي لها وقت عشان ايش؟ تصير بسكوت. تصير ايش؟ بسكوت. يلا انقطي انتي، انقطي انقطي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا ربي هني وعافية يا رب. يا ربي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. اللي يبي كليجة على أصولها، كليجة صينية على أصولها. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا المنافيخ الآن ولعت من فوق. وهذه الصينية الأخيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن. تحبيرتها ذي بعد حلوة ما شاء الله. لا طلع دبس ولا هم يحزنون. ما شاء الله. المرة ذي عليت النار من تحت، خليتها أعلى درجة حرارة، ولا شغلت اللي فوق. بعد ما انفشل مرة شغلت اللي فوق شوي، 3 دقايق وطفيته، فعطتنا لون واحد. بس أنا معجبتني ذيك المبقعة لأنها تذكرني أول.